لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. بهزر. فيديو المره دي هيبقى مختلف وجديد جدا. بصوا يا شباب، عايزين حد فيكم يمثل انه ما عندوش احبال صوتيه. مين هيبقى ما عندوش احبال صوتيه؟ انا امثل الامه العربيه. يا ابني والله العظيم فيديو انجليزي عادي، شرح انجليزي. انا ما عنديش احبال صوتيه. مش دي معناها مش هتكلم يا اسطى؟ لا هتتكلم، بس هتتكلم ازاي بقى؟ لا كده انت عندك احبال صوتيه. انت عارف يعني ما عندوش احبال صوتيه؟ يعني بيتكلم كده طول الوقت، يوسبر يعني يوسبر. بس انت هتتكلم بالوشوشه. طب خلاص انت الدور لاقي عليك. لا ما انا المدرس، انت هتتكلم عادي وانت هتويسبر. بيومي فؤاد، قول كده بيومي فؤاد. بيومي فؤاد. بيومي فؤاد. معايا بقى دلوقتي حاجه لذيذه قوي. بص يا حازم، دول كام؟ 1000 جنيه. دول يا حازم 1000 جنيه. 1000 جنيه دول يجيبوا لنا ايه؟ يجيبوا لنا يا اسطى 2 كيلو لحمه 3 ما اعرفش 2 كيلو لحمه. انا ما اعرفش هيجيبوا كام، بس احنا عايزين نسيب الفيديو ده على البيج عشان نشوف السنه اللي جايه ان شاء الله لما يجي في الميموريز نشوف الفيديو ده هيجي. لا بس يجيبوا حاجات كتير. ممكن يكتبوا في الكومنتات فعلا يجيبوا كام. اكتبوا لنا في الكومنتات يجيبوا كام في السنه الجايه. نبقى نبص على الكومنتات بتاعتهم ونعمل بالظبط. ما تضحكش عليهم طبعا. قصدي نعمل ساد، قصدي نعمل لاف عشان هيكون الحاجات رخصت. دلوقتي يا حازم دول 1000 جنيه. التحدي يا اخواتي ان حازم يحاول ينطق نفس الحرف اللي بينطقه سيف. حازم افتكروا، حازم الصامت من غير احبال صوتيه، سيف ابو احبال صوتيه بيتكلم عادي. ماشي؟ شاطر يا سيف. يلا حازم اللي هياخد ال1000 جنيه لو عرف ينطق حرف واحد من اللي انت هتقوله. حازم ده زي الشعب المصري. الصوت اللي متبقي. حازم هيمثل الشعب قصدي هيمثل واحد ما عندوش صوت. بهزر. معلش يا سيف كده ايه، انا كده على جنب شويه. ماشي؟ هسال حازم كام سؤال كده. ليك 1000 جنيه حازم لو عرفت تنطق ده وانت بتوشوش. ما بهزرش. خلصانه؟ خلصانه. قول معايا كده ده. انا دلوقتي بقول ده انا بنطقها بحرف الدي. انت بتنطقها ازاي؟ ايوه طلعتيه. يبقى هي طلع معاك حرف التي. عرفت تقول ده؟ لا. طيب حلو. هقول لك حرف تاني تحاول تقول. حاول تقول بيب. لا ما طلعتش معاك بي. طيب قول لي طلعت معايا كده. انا بقول له قول ايه؟ بيب. طلعت معايا ايه؟ طلعت معاه بيب. المفروض بيب وده بي بالظبط. نوت بي. يبقى ما عرفش انت الكلمه الثانيه. طب يا اخواتي عشان خاطركم هتحداه. ولا محتوى والله العظيم. هبا يا اخواتي لسه معاك 1000 جنيه لو عرفت تنطق الكلمه الجايه وانت بتوشوش. انا بس عايز ارجع كمان ممكن نلحق يعني. هو طارق يختارني في التحدي اللي ما ينفعش اقول فيه ولا حرف عشان ما اكسبش برضه. يلا يا اخواتي التحدي اللي بعده حازم عايزينك تقول ايه؟ اتشقف على راسي صح؟ جو 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 نطقها ايه؟ لا نطقها حرف ايه؟ كاف كي كو 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 كو. بالظبط. تعرف تقول الجي؟ انا اعرف اقول الجي. جي بالظبط. ما عرفش. يبقى يا اخواتي حازم دلوقتي يستاهل 1000 جنيه. يبقى يا اخواتي احنا كده اكتشفنا حاجه، ان في حروف وانت بتوشوش يعني وانت مش بتستخدم احبالك الصوتيه ما ينفعش تنطقها. صوت الجي، صوت البي، صوت الدي طلعت معاك تي. مش كده؟ وانتوا تقدروا تجربوها. عمرك ما تعرف تنطق صوت الدي وانت بتوشوش، عمرك ما تعرف تنطق صوت الجي وانت بتوشوش. طب يا ترى يا عمر ده معناه ايه؟ في عندنا في الانجليزي اصوات منطوقه او اصوات فويس، اصوات بتستخدم فيها احبالك الصوتيه ودي هنخليها زي سيف. وفي عندنا اصوات غير منطوقه ما بتستخدمش فيها احبالك الصوتيه. اتكلم عادي. فك بقى كده هنرجعك تاني كمان شويه. ماشي؟ لو انا مثلا اسالكوا سؤال، لو انا عايز اقول مثلا صوت السي اتش منطوق ولا غير منطوق، يعني سيف ولا حازم، يعني فويست ولا ان فويست، اللي حازم هيعرف يقوله وهو بيوشوش هيبقى ايه؟ هيبقى ان فويست، هيبقى صوت غير منطوق او ان فويست. عشان حازم ما عندوش احبال. تفتكروا صوت السي اتش اللي هو صوت ال تعرف حد تقول قول مثلا حازم عارف ينطقه وحازم اصلا ما عندوش احبال صوتيه، يبقى ده معناه ان صوت السي اتش ايه؟ ان فويس، يعني صوت غير منطوق. كده سيف بقى ينطق كل حاجه عادي. ماشي؟ فهمتوا الفكره عامله ازاي؟ وده مثلا يفسر ظاهره ايه يا عم سيف؟ جلوبال وورمنج. لا ايه ده؟ ستوب يا ابني. شفت الناس اللي ما بتعرفش تنطق 7 تقولها 7؟ يعني في ناس بتقولها 7 صح؟ عشان كده ما بهزرش. كل ما عندهمش احبال زي حازم. بالظبط. بيجوا عند الفي واحبالهم بتخستع هنا. هقول لك ليه بقى الناس بتلخبط فيه. لان صوت الفي هو نفس صوت الاف بالظبط، بس واحد فويست واحد ان فويست. تعال نجرب ازاي. عايزك يا سيف تيجي تقول ايه؟ واحده مثلا اسمها فيفيان مثلا، اوكي؟ ما عرفتش غير واحده بس في حياتي. يا دي النيله السود. يا سيف انت عارف ان كل فيديو بتبقى واحده مختلفه عن اللي قبلها؟ انا عايزك كده تقول فيفيان عادي. فيفيان عارف ينطقها، بيعرف ينطق كل حاجه ما شاء الله عليه. عايزك انت بقى كده غير منطق تقول لي فيفيان اهي. اسمها فيفيان. صوت الفي طلع ايه معايا يا عم سيف؟ صوت الفي طلع معايا يا عم سيف.
فيفيا. شكرا ميرسي جدا. يبقى صوت الفي هو نفس صوت الاف، وصوت الجي هو نفس صوت الكي. مش قال جو 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 وانت قلت كو 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 كو. وصوت البي هو نفس صوت البي اللي الناس ما بتعرفش تنطقه. عرفت بقى الناس اللي ما بتعرفش تنطق البي والبي ما يعرفوش ينطقوا في ايه؟ اللي هو يقول لك بوليس، ما هو بي هي نفس البي بس ده غير منطوق وده منطوق. فانت ممكن تقول ايه؟ اوكي ليس عادي يعني، فاهم؟ اللي عايز تنطق بوليس صح ممكن تخرس صوتك في الاول ليس، فاهم كده يعني لحد ما تعود. يبقى دلوقتي احنا فهمنا ان في الانجليزي في حروف اسمها حروف فويست، حروف منطوقه تستخدم فيها احبالك الصوتيه، وفي حروف الناس اللي ما عندهاش احبال برضو تعرف تنطقها. بنعرف الفرق بينهم ازاي؟ ان في حروف الناس اللي ما عندهاش احبال دي ما بتعرفش تنطقها، زي الفي، زي البي، في بي. هتلاقي صوتك حنجرتك احبالك الصوتيه بتتحرك. طب جرب كده مثلا ايه اف، مفيش احبال صوتيه. في بقى ناس تيجي تقول لك ايه، طب ما انت قلت اف، طب ما هو لا انا ما بقولش انا قصدي على صوت المصدر، الصوت المصدر اللي هو مفيش احبال صوتيه، الصوت طلع من بقي بس. مثلا ايه صوت طب قول لي كده صوت الاس، حازم ولا سيف؟ حازم طبعا. حازم لانه ما فيهوش احبال صوتيه، بتستخدم بتقول ماليش دعوه بالايه اللي قبلها، ماليش دعوه بالاس، قصدي انت فهمت الفكره؟ ما بهزرش والله. يبقى عرفنا ايه الفرق بين الاصوات المنطوقه والاصوات الغير منطوقه. لازم ما تكونش، مش لازم تكون حروف، ممكن تبقى اصوات. عندنا مثلا ايه كلمتين بتبدا بالتي اتش، طبعا التي اتش بنطلع لساننا فيها. كلمه ذس وكلمه ثن، ثن اللي هو رفيع وذس اللي هو هيدا. لو جينا اخترنا صوت التي اتش بتاع ثن هيبقى مين؟ انا جاوب انا هعرف انطق الاثنين، بس حازم هينطق واحد بس وهي الثن. حازم يعرف يقول ذس؟ لا تعرف تقول حازم تعرف تقول ثن؟ حلو، حازم يعرف يقول ثن. طب تعرف تقول ذس؟ ذس مش قالها ث برضه بالظبط. يبقى صوت الزد وصوت الذال مثلا ضمن الاصوات اللي بتحتاج ايه احبالك الصوتيه فيها. شكرا جدا. دي الحروف الفويست ودي الحروف الانفويست. ممكن اسالك سؤال مهم جدا؟ ايه يا سيف؟ تتعلم ده ليه؟ ايوه بالظبط، واحنا هنستفيد ايه من حاجه؟ انا هقول لك هتستفيد ايه، او هقول لك حاجه من الحاجات الكتيره اللي هتستفيد. في حاجه معينه كده انا المره دي عامل الفيديو ده عشان دلوقتي لو عندي فعل عايز احطه في الماضي بزود له ايه؟ زود اي دي. معظم الافعال العاديه اللي هي الريجولار فيربس لو انا عايز احطها في الماضي بزود لها ايه؟ اي دي. مش كده؟ هو بيعمل ايه؟ ايه اللي بيضحك؟ ايه؟ هو قصده كده اللي هي ايدي؟ بجد والله؟ قصدك ايدي اللي هي ماي هاند زي ايدي كده؟ يا ماشي، يبقى بنزود لها ايه سيف؟ ايدي حلوه. يبقى بنزود ايه؟ اي دي. حلو قوي. قال لك الافعال في الانجليزي او اي كلمه في الانجليزي لو عايز تزود لها اي دي، بس برضه في صفات مش لازم تبقى افعال بس، ما في صفات بنزود لها اي دي، مش لازم يبقى فعل يعني. اي كلمه في الانجليزي عايز تزود لها اي دي، الاي دي اللي في الاخر دي ممكن تنطق يا اما دي يا اما تي يا اما اي دي زي ما احنا. حلو. كل واحده فيهم ليها طريقه. يعني انا في ساعات هنطق الاي دي اللي في اخر الكلمه تي، ساعات هنطق الاي دي اللي في اخر الكلمه دي، وساعات هنطق الاي دي اللي في اخر الكلمه زي ما هي اي دي. امتى بقى؟ لو الكلمه بتنتهي اخر حرف فيها او اخر صوت بيتقال فيها فويست زي سيف، ينفع ننطقه باحبالنا الصوتيه او بينطق بالاحبال الصوتيه، يبقى ده بنشيل الاي دي هنا، بنشيل صوت الاي دي ونحط مكانها دي. حلو. لو زي حازم ان فويست، يعني الكلمه بتنتهي بحرف ان فويست، حرف غير منطوق زي ما احنا قلنا مثلا حرف الكي، ساعتها بنشيل الاي دي ونحط صوت تي. طبعا ليه حطينا تي لو تاخدوا بالكم؟ عشان حازم يعرف ينطقها، حازم ما بيعرفش يقول الدي كده كده. طيب امتى بقى بننطق الاي دي بصوت الاي دي زي ما هي؟ لو الكلمه اخرها حرف تي او حرف دي. حلو. تعالوا بقى ندي امثله. انا هدي مثال بنفسي الاول. لو انا عايز اقول مثلا كلمه اكسايت، متحمس يعني ايه؟ اكسايتد. انا ماليش دعوه بالاكسنت، مش هقول اكسايتد، لا اكسايتد عادي. حلو. نطقها ازاي؟ اكسايتد. خدت بالك؟ اضطريت انطق الاي دي از اي دي زي ما هي. تعالوا نفكر كده في حرف السيف. عايزين حرف منطوق في الاخر. واي مثلا، ما هي يا قول يا كده حد. مفيش صوت بجد، مش عارف اطلع صوت فعلا. فعلا والله ما عندكش احبال. ما عندوش احبال. انت بتقول كده ناسي بجد ما انت ما عندكش احبال. انت كان كده ناسي. فاهم يا سيف؟ فهمت يا سيف الحوار ده؟ ما عرفش انت اليا، تعرف انت تنطقها؟ يا بالظبط. يا بالظبط. عرفنا ان انت حرف الايه؟ الياء. احنا بنتكلم على مصدر الصوت مش الحرف نفسه. يبقى ده الصوت ده ايه؟ فويست صح؟ عايزين كلمه بتنتهي بحرف الواي. بلاي مش كده؟ بلاي. عايزين نحط البلاي دي اي دي، هننطقها ازاي؟ بلايد صح كده. مش هنقول ايه بقى؟ بلايد، مش هينفع. يبقى اسمها ايه؟ بلايد. مش هقول بلايد. خدت بالك؟ يبقى انا شلت الاي دي وحطيت ايه؟
دي. فهمت الفكره؟ أيوه. تعالى بقى نروح مثلا لحازم، عايزين حرف يكون صامت. حرف ايه؟ كي. حلو قوي، حرف الكي. عايزين فعل بينتهي بحرف الكي. سموك، مش كده؟ سموك. يبقى سموك. طبعا ممكن الناس تقول لي ايه، طب ما سموك يا عمور بتنتهي بحرف الاي. الاي هنا مش بتنطق لان ما بقولش سموكي، بقول سموك، يبقى اخر صوت نطقته حرف الكي. فسموك تعتبر منتهيه بصوت من اصوات انفويست، يعني صوت حازم. طيب واحده واحده، احنا اتفقنا اللي زي حازم بنشيل الاي دي، يعني سموك لو انا عايز احطها في الماضي. هل هقولها سموكد؟ لا. هل هقولها زي سموكد؟ لا. هي منتهيه بحرف الكي، يبقى اشيل الاي دي واحطها ايه؟ تي. فتبقى في الماضي تتنطق ازاي حازم؟ سموكت. ماشي، اتكلم بقى عادي كده. سموكت. بالظبط، سموكد. سموكد. خدت بالك؟ انا طبعا مش هفضل اوشوش الكلمه كلها، احنا موضوع الوشوشه ده بس عشان ايه؟ نعرفكم ايه الفرق بين الحروف والحروف، لكن انا مش هوشوش كلمه سموكت عشان اقولها صح. يبقى تاني، يبقى سموك احط لها ايدي تبقى ايه؟ سموك. سموك. كان عادي. نسي من غير احباب. عندما ينسى الممثل انه يمثل. سموكت. بالظبط، سموكت. يبقى شلت الاي دي وحطيت صوت الايه؟ التي. حتى ما حطيتش اي تي، ما قلتش سموكت، قلت سموكت. يبقى played smoked excited. تعال بقى نجرب اخر حرف، حرف وحرف وحرف تاني. ماشي. لو عايزين نقول مثلا ايه حاجه زي يغلي، يعني ايه؟ بويل. طيب انا برضه عايز اعمل الاختبار بتاعي، عايز اعرف هل ال دي voiced ولا unvoiced؟ لا. بالظبط، اللي طلع معاك صوت اللي بعد ال، لكن صوت ال نفسه طلع معاك ما يطلعش معاك ال نفسه، انت اخرك تطلع لسانك وتنزله. تمام؟ يبقى ال ده من الاصوات الايه؟ الفويست، صح؟ طيب لو عايزين فعل اخره حرف ال، قلنا ايه؟ بويل. حط البويل كده اي دي. بويلد. قلنا بويلد؟ لا. يبقى شلنا الاي دي وحطينا دي. بويلد. حلو. تعالى مثلا نجرب حاجه تانية. يكرر يعني ايه؟ ديسايد. دي اخرها حرف الايه او صوت الايه؟ الدي. ديسايد اخرها صوت ايه؟ الدي. برضو مش اخرها الاي، لان ما بقولش ديسايد دي، ماليش دعوه بالكلام المكتوب، انا ليا دعوه بالنطق. ديسايد، صح؟ حطيت لها اي دي، هتبقى عامله ازاي؟ decided. ينفع اقول decide يعني اشيل الاي دي واحط دي؟ لا، لازم اشيل الدي واحط اي دي، تبقى decided. فهمت؟ طيب تعال نجرب حاجه اخيره. عندنا مثلا ايه؟ حاجه زي dance يعني ايه؟ يرقص. طيب فعل دانس، اول حاجه هعملها مع نفسي، لازم اسال نفسي هو الصوت اللي بينتهي بيه الفعل voiced ولا unvoiced؟ هو كده مش دي او تي. طب voice ولا unvoiced؟ تعرف تقول كده خلاص، يبقى هو كده ممكن يبقى voiced او unvoiced. لو حازم عرف يقوله يبقى unvoiced. تعرف تقولها؟ عرف يقوله، حلو قوي. يبقى دلوقتي ايه؟ unvoiced. يبقى عشان كده نقدر نشيل الاي دي ونحط مكانها ايه؟ تي. يبقى ايه ماضي بتاع دانس؟ ايه؟ دانس. بالظبط. تاني دانس. يبقى قلنا ايه؟ danced. ما قلتش danced وما قلتش danced، قلت ايه؟ danced. انت اصلا هتلاقي لايقه، يعني من غير قواعد انت تلاقي لايقه واكله كده، عمرك ما تعرف تقول danced ولا تقول danced. هي ايه؟ danced. حلو، فهمتوا الفكره؟ دي بقى يا شباب من الحاجات اللي مهم تكون عارف ايه الفرق بين الحروف الفويس والحروف الانفويس. مش الحاجه الوحيده، في حاجات تانية، ولكن دي كانت من اهم القواعد. طيب اخر حاجه هسيبها معاكم انتوا بقى، حبوا انتوا تقولوا لي يعني الموضوع ده هنعمله ازاي. يعني اخر فعل هسيبه لكم انتوا، اكتبوا لي في الكومنتات هل بينتهي بحرف فويست ولا انفويست، وهل لو اتحط له اي دي هياخد تي ولا هياخد دي ولا هياخد اي دي. الفعل هيبقى هو laugh. فعل هيبقى ايه؟ laugh. حلو، قولوا لنا كلمه laugh في الكومنتات، هتبقى تروح لحازم ولا تروح لسيف. بس كده يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه النهارده. اخيرا اهدوا بقى عشان احنا الموضوع هنا جامد قوي. النهارده نحن بنعلن عن نوع كورس جديد ومختلف ولن تراه الا مع. شكرا يا اسطى. لو حابب تبدا شغل زي ما احنا بدانا، تبدا تشرح للناس انجليزي اونلاين، يعرفوك وياخدوا معاك ازاي يبقى عندك تكنيكس ان انت تشرح. ممكن تكون كويس في الانجليش بس ما عندكش التكنيكس ان انت تشرح، ما عندكش تكنيكس ان انت توصل المعلومه. لو حابب كورس How to be an English instructor، تقدر تبعت لنا حالا على مسجات البيج على الفيسبوك عشان تعرف تفاصيل الكورس الجديد ده. الكورس ده حازم هو اللي هيديه، وطبعا ده هيبقى الفتره محدوده بس، لكن بعد كده الكورس هيبقى تحت اشرافنا وكل حاجه، لكن مش احنا اللي هنديه بنفسنا. طبعا لو حابب تتعلم انجلش عادي عن طريق كورس المحادثه او كورسات عاديه، تقدر تبعت لنا على مسجات الفيسبوك برضو عشان تعرف تفاصيل الكورسات العاديه وتحجز السيشن المجانيه وتحديد المستوى المجاني. وبس كده يا شباب، شكرا يا اسطى.